السلام عليكم اخوان. اليوم معنا تحدي اللي هو المهم اللي هو راكبة الخنازير، هذا اللي بتطب يعني. قبل الفيديو ما تنسى تحط لايك، ولو امكن اعمل شير للفيديو. هذه اقوى تشكيلة لحد الان بدون يعني الا معايا بس خسارة واحدة. هذه التشكيلة قوية جدا، لوج بيت قوية قوية قوية. تعالوا بس من غير ما نضيع وقت نعمل 4 مباريات ورا بعض عشان تشوفوا قوة التشكيلة. التشكيلة هذه قوية بصراحة يعني. طبعا انت تشكيلتك خفيفة، معك الكرت المزعج اللي هو الدارت جوبلين اللي هو هذا. طبعا انت حتحط الاول حاجة الرام رايدر، نشوف ايش الذي امام، ايش حيعمل لك هو. خلاص تمام. طبعا هو كم انفق الان؟ معاه كم؟ ايوه معاه يعني اكسير. عمل كم؟ 8 10 اكسير. 10 اكسير. حنعمل بس هذا هكذا وحنشوف. عمل بس كذا والله. ضرب ضربة يا اخوان. بس برضه انا ممكن اني اني انطلق بالرام. ايوه اخذنا ضربة واخذنا ضربتين، 3 ضربات، 4 ضربات. يا سلام عليك. حط بس هنا الدارت جوبلين واعمل بس السبيريت فقط عشان قوية التشكيلة يا اخوان. هذا الكرت مزعج جدا للمنافس اللي امامك، لانه 3 اكسير وهو حيضطر لما يكون معه اكسير يعني او كروت كبيرة او حاجة زي كذا. انا احس اني غلطت اني نزلت النايت. ليش؟ لان النايت هو الكرت الوحيد اللي ممكن يعني يستحمل الضرب ضد الميجا نايت. تمام. حينزل ميجا نايت اكيد يعني. لو نزل ميجا نايت نزل ميجا نايت في الجهه هذا، نحن ننتقل الجهه الثانيه. وحنعمل بس هنا التاور، بس بنعمل التاور هذا كذا. وحنعمل هنا اللي هو خلاص يعني تفوقنا واضح. ما كان في داعي يعمل ايرثكويك اعتقد يعني. حنعمل هذا كذا وحنعمل هذا كذا وبس. لا ما تقتل لي. حلو معك الكيج صح؟ ايوه معك كيج. برضه يعني ممكن تعمل بس سايكل بس لللوج عشان تنهي المسألة تماما. وحط بس فقط السبيريت. ايوه. وحنهجم من الجهة الثانية عشان نخليه خلاص يعني انتهت المباراة. لو حاول يخرج ما راح يقدر يعني. انتهت المباراة. شوف معك كروت ثقيلة فمش حيقدر عليك. انت لما يكون معك تشكيلة سريعة السايكل في التحدي هذا بتكون افضل ولك الافضلية. انتوا فاهمين قصدي يعني. الان حننتقل للمباراة اللي بعدها. ننتقل للمباراة اللي بعدها. طبعا الخسارة واردة بس صعب انك تخسر بالتشكيلة زي كذا لو انت متقن لها. هنا الفكرة من الموضوع. تمام. حنعمل الرام نشوف ايش هو ميجا نايت. اعتقد تمام جدا. حلو. هنحط التاور هنا. بيعمل لي ضربة. يلا اوكي مش مشكلة. بس احنا عرفنا التشكيل الامامي و نقدر نضغط عليه بايش؟ بالدارت جوبلين. ليش؟ لانه هو انت الان حيكون الافضل. تعرفوا ايش الذي حيكون يعمله هو بالضبط؟ هو معاه شوفوا الخطة ايش؟ هو معاه الفيشرمان صح؟ ما دام معاه الفيشرمان
لازم تحط النايت هنا، تدهفه بالرام رايدر عشان لما ايوه هذه الفكرة. فهمتوا قصدي؟ اوه عاد الفيشرمان عاد عايش. واه حتكون مباراة صعبة. حنعمل ايش؟ برضه نضغط عليه بالدارت جوبلين. هنا انت بتوصل له والقاعدة حقه. اها هنعمل ايش حيعمل لي بالضبط هو؟ خلاص بنعمل نايت تحت على طول من الجهة الثانية هنا هيعمل لي فيشرمان صح؟ ايوه هيعمل لي فيشرمان ايوه. اوكي حنعمل هذا هكذا وحنعمل طور هذا هنا. تمام نعمل هنا النايت. برضه بنعمل هذا هنا و اوكي انا مش عارف ليش هو بيستعجل يعني. بنعمل كذا هنا ايوه حلو. بويزن اعتقد اني حاشتغل على الجهة الثانية. حنعمل بس هذا هنا. لو اشتغل صاحب الفيشرمان حينتصر علينا. خلينا نعمل بس الهيل سبيريت. نعمل نايت من هنا ونعمل هذا كذا ونعمل الجاردز هنا. حنعمل هنعمل هذا هنا هذا كذا. يلا يلا حلو يا وحش. جاء الوقت المناسب ثاني مرة. يا سلام عليك. روح يا وحش روح يا وحش. انا كنت عارف انه حيعمل كذا. الان الوقت المناسب. حلو 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 حلو. يا سلام ابداعك يا خالد. والله العظيم ان احنا انتصرنا عليه. والله ان الكروت اللي معاه تعتبر كاونتر لي، لانه لو استخدم الفيشرمان بشكل صحيح ما اقدر اوصل للقاعده حقه صراحه. بس انا صراحه كنت احط حاجه امام الرام رايدر على اساس انه هو يصطادها الفيشرمان. هنا الفكره كيف تلعب بالكروت هذه يعني. ف انا هنعمل بس الهيل سبيرت وحنعمل الرام رايدر من هذه الجهة. اوكي بس اعمل بويزن هنا. نعمل هذه ايوه حلوة. طب ما تنساش انه مع الرام رايدر ممكن انه يهجم باي لحظة. ايوه مع ايش هو بالضبط؟ خلاص احنا يعني مسيطرين على الوضع واضح. وعشان تكون مزعج عشان تعمل سايكل بس فقط لا. انا مش عارف ايش معاه. طب اصبر شوية خلي الاكسير حقك يطلع. لما يطلع وتكون كثير تقدر الان تسيطر على اللعبة انت يعني. حتعمل بس السبيريت هنا. حنعمل كده خلاص. اعتقد انه ايوه احنا عملنا صح كده.
لانه بس فقط حتى اعتقد ما فيش داعي تعمل ولا حاجة، بس مخلص عليها. وهنا حنعمل اللوج. مجرد ما يخرج الرام رايدر خلاص انتهينا، انتهت المباراة. انتهت المباراة يا اخوان. اعمل بس هذا الهيرو سبيريت هنا بس عشان تقضي على التور تبعه، وحننتظر شوية يا تدافع عن الجهة اليمنى يا ايش. هو حيخرج الويتش من هذه الجهة، خلاص حيخرج الويتش من هذه الجهة تقريبا. حنعمل ايوه هي تعمل بس كذا. وبما انه هو الساحرة دخلت في المنطقة هذه، حط الرام رايدر الآن. اعمل هنا خلاص. الآن فكر يعني ما يقدر. دفاعك انت اقوى منه بكثير. يعني انا متفاجئ ليش ايش قاس يفكر. يعني هو بياخذ على اساس الحاجات اللي هي سهلها، ما يقدرش يعمل حاجة. يعني حتى لو عمل صعب صعب صعب، بالذات انه معك تشكيلة سريعة السايكل، هيكون صعب عليه. جي والبليد. وننتقل للمباراة اللي بعدها. المباراة الأخيرة كانت حماسية لأنه كان معه فيشرمان ومعه زابيز، بس حسيت إنه ما يعرفش يستخدمهم. يعني لو كان واحد متقن كان بيعذبني. لكن المهم ننتقل للمباراة بعدها. آخر مباراة، هذه المباراة الرابعة. نشوف، يلا بينا. طيب، الهجوم أفضل من الدفاع. تمام. هذا حيعذبنا طبعا. اوكي مش مشكلة. انا اخذت منه دم كبير صح؟ نعم اخذت منه دم كبير. وحنحط نعمل كذا بالضبط. يعني احنا طبعا الان بنقيس نبض بعض، كل واحد يشتي يعرف شكلته الامامي. هو معاه نايت، انا معايا نايت. طيب انا هحط الدارت جوبلين تحت، هحط هنا بويزن. عمل لوج. طب هو كذا يعني شوفوا ايش اللي بفعل الان. هذا اللي بعمله لاني عارف انه حيعمل لي سايكل لحقه الرام رايدر. الان انا اقدر اهجم براحتي. الان اقدر ان اهجم براحتي. بس هو معاه ايش؟ هو معاه هذا اللي اشتي اقوله. هذا اللي اشتي اقوله. ما اعتقدش انه حيوصل وصل والله. قدر يوصل. الان بيعمل لي اللوج. هعمل له الجاردز. لو حصلت خصم مش قادر توصل للقاعدة حقه، طيب هنعمل هذا كده. هنعمل شوفوا الآن احنا الآن متميزين على ايش؟ بأنه السايكل حقنا أقوى أسرع أعتقد. يعني شفتوا هو دحين ايش؟ أيوة
خلينا نشوف ايش بيسوي الآن. طيب اوه وصل ابن الذين. طيب لازم يعمل لي الآن. ممكن شفت هجم بالعاني، خطير هذا، مش سهل. ايوه خطير. نعمل له بويزن. طيب بويزن، ركز بس. طيب ركز بس. لوج. سيطر بس، سيطر بس، سيطر. لا تهجمش بالرام رايدر، لا تهجمش بالرام رايدر. عمل بس هذا كذا، عمل لوج. خلاص. وهنعمل برضه هذا، نعمل هذا كذا، و يعني ما يقدرش يعمل لك حاجة. وعمل لوج. خلاص هذه الآن أصبحت إيش؟ سايكل، يعني حرب سايكل بويزن يعني. فهنعمل هذا هنا وهنعمل هذا هنا. تكون حذر بس يعني أنت مش حيقدر يعمل لك ولا حاجة يعني. جي والبليد، انتهت المباراة، ما يقدر يعمل ولا حاجة. المباراة كانت لصالحنا واضح يعني. فإذا أنت حسيت أنك مش قادر توصل زي الآن، أنا مش قادر أوصل للقاعدة حقه بهذا، يا إما أنك تهجم على من الجهة اليمنى، يعني الجهة الأخرى اللي منسية تغدره غدر يعني، وبرضه أشك أنك حتقدر توصل، أو حارب بويزن ولوج زي اللي حصل الآن أمامكم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إحنا مستمرين في كلاش رويال، ومستمرين أيضا في ماريو ميكر. إن شاء الله القناة تعجبكم يعني. سلام عليكم.